تعال اقول لك ازاي تبيع المشط الواحد عراء. 3 تقدموا لشغلانه في شركه كبيره بمرتب 30,000 جنيه في الشهر، وفي المقابله المدير قرر يدي الشغلانه دي للي هيبيع منهم اكتر لمشاط للرهبان البوذيين اللي اصلا كلهم قرى، وحدد لهم 3 ايام بس. الاولاني بعد 3 ايام رجع وقال بعت مشط واحد. قال رحت للمعبد لما لقيت واحد من الرهبان بيحك راسه بسبب الحساسيه، اقنعته ان المشط ده هيساعده بالحك، اشترى الراهب مشط. التاني بعد 3 ايام قال بعت 10 منهم بس، وقال لاحظت الزوار للمعبد بيصلوا بشعر منكوش بسبب الهواء الجامد، فاقنعت الراهب يحط مجموعه من الامشاط للزوار يمشط شعرهم قبل دخول المعبد لاظهار الاحترام خلال زيارتهم للمعبد. البايع التالت بعد 3 ايام رجع قال بعت 1000 مشط، وقال رحت لكبير الرهبان في المعبد وشكرته على الخدمات اللي بيقدموها للناس في مكان مقدس بالنسبه لهم، وبدردش معاه لقيت عاوز يشكر الزوار لدعمهم واخلاصهم للمعبد، فاقترحت عليه تذكار يحمل مباركه بوذيه، وعرضت عليه المشط الخشبي واللي كنت مجهز بحفر كلمات من تعليم البوذا عليه، وقلت له زوار المعبد هيستخدموا المشط يوميا ويكون بمثابه تذكير يومي للقيام بالاعمال الصالحه. قطعوا بقى واحد من الاثنين وقال له دي ضربه حظ. كمل البائع الثالث كلامه وقال رحت المعبد زياره ثانيه عشان اطمن على كبير الرهبان، لقى بيقول له كل الاهل والاصدقاء والزوار المعبد عاوزين المشط المبارك وعاوزين طلبيه اكبر بكتير من الاولى. نتعلم ايه من القصه؟ 1. اخلق مشكله للعملاء وقدم لهم الحل والمنتج. 2. حل احتياجات العميل واستخداماتها هيشتري. 3. افهم ظروفه كويس جدا هتحقق منه ربح. 4. اربط المنتج بالقيمه والعاطفه.